اهلا بيكم في حلقه جديده من مونديال الانديه مع جيمي. اول ماتش هنتكلم عنه بالميراس والاهلي اللي خلص 2-0. الشوط الاول كان استحواذ سلبي للاهلي من غير اي خطوره. الشوط الثاني بالميراس ابتدى سجل الهدف الاول عن طريق اسامه ابو علي، جون في نفسه، وده اول هدف عكسي في البطوله. الغريب اللي اشرف داري كان ماسك اسامه ابو علي في الكوره اصلا. الهدف الثاني كان عن طريق هجمه مرتده سجلها لوبيز. المباراه خلصت 2-0 ودي اقل نتيجه. المفروض كان المباراه تخلص 2 3 و4 3 و4. نجم المباراه كان استيفاو ولاعب بالميراس بين انتر ميامي وبورتو. المباراة خلصت 2-1. المباراة انا كنت بالنسبة لي متوقع ان بورتو هيكسب، وفعلا الكلام ده حصل في اول شوط. هدف اول لبورتو، ضربة جزاء سجلها سامو، ودي سادس ضربة جزاء مسجلة في البطولة. بعد كده في الشوط التاني انتر ميامي فاجئني، سجل هدف التعادل عن طريق سيكوفا، والهدف التاني عن طريق افضل لاعب في التاريخ ميسي من فاول عالمي. انصحك تخش تشوفه. نجم المباراة كان طبعا ميسي. ترتيب المجموعة: بالميراس 4 نقط، انتر ميامي 4 نقط، بورتو نقطة، والأهلي نقطة. سياتل وأتلتيكو مدريد. المباراة خلصت 3-1. الشوط الأول هدف أول أتلتيكو مدريد عالمي عن طريق باريوس. الشوط الأول خلص 1-0. الشوط التاني هدف تاني عن طريق أتلتيكو مدريد سجله فيتسل. بعد كده سياتل جاب جون عن طريق روسناك. وبعد كده اتلتيكو مدريد خلص الماتش 3-1. الهدف الثالث عن طريق باريوس. نجم الماتش طبعا باريوس بعد تسجيله هدفين. الماتش الرابع والأخير كان بوتافوجو وباريس. المباراة خلصت 1-0. مباراة مفاجأة بالنسبة لي بصراحة، مفاجأة كبيرة جدا بوتافوجو يكسب باريس. الشوط الأول باريس مستحوذ على الماتش، عمال يضيع فرص، ولكن آخر 10 دقايق من الشوط هجمة مرتدة لبوتافوجو سجلها جيسوس. الشوط التاني كان برضه فرص لباريس، ولكن مفيش أي حاجة حصلت. نجم الماتش كان جيسوس مسجل الهدف. بقى أول مجموعة ب6 نقط، باريس 3 نقط، أتلتيكو 3 نقط، وسياتل من غير أي نقط. يا رب الحلقة تكون عجبتكم. لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان تظهر لكم حلقاتنا أول ما بننزلها. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.